السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، الف مبروك لكل جماهيرنا في كل مكان. وبالخصوص هنبارك للرجاله اللي كانوا في الملعب، الرجاله اللي 90 دقيقه ما بطلوش تشجيع. هنفضل كل فيديو نحييهم، هنفضل كل فيديو نشجع فيهم. فعلا الناس اللي بتروح الماتش ديت او بتروح الملعب دي ناس هي اللي تستحق ان احنا نبارك لها. احنا قاعدين في اماكننا بنتفرج على الماتشات واحنا مستريحين. الناس دي 90 دقيقه ما بتبطلش تشجيع، ما بتبطلش ان هي تاخد بايد اللعيبه دي اللي هي اساسا تحرك الصخر. تمام. ده اهم حاجه لازم نتكلم عليها وندي كل واحد حقه. وهنفضل عند راينا ان اللعيب رقم واحد في الدوري السنه دي، وان شاء الله هناخد الدوري السنه دي. اللعيب رقم واحد في الدوري السنه دي هم الجمهور. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا هنتكلم النهارده على طريقه لعب يانيك فريرا اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. اول غلطه يعني وانت بتفتح الكتاب كده، اول القصيده كفر احمد فتوح. ما ينفعش اجيب لعيب من الدار للنار اخر ماتش رسمي لعبه في شهر 5 اللي فات، ومن الدار للنار اقوم منزله انت النهارده الباك الشمال بتاعي. ما ينفعش. يعني هو لو ميسي ما ينفعش. تمام. فيعني انت كمدرب دماغك فين؟ او يعني بنتايج، اصل انت لو ما كنتش لعبت بنتايج كنا ممكن نقول ان هو مصاب مثلا. بس انت لعبت بنتايج والولا ما شاء الله، لا الولا فت. يعني الولا نزل عمل تاكلينج في اول ما نزل. يعني الولد يعني اكتر لعيب فاز بالصراعات الارضيه محمود بنتايج في الدوري المصري كله. يعني اكتر لعيب فاز بالصراعات الارضيه في الدوري المصري كله هو محمود بنتايج. فانا اقوم اقعده دكه ليه؟ ما اعرفش. تمام. بس برضو عشان نكون منصفين، النهارده يانيك فريرا عمل تريكات بسيطه في الملعب تبين لك ان هو مدرب عنده فكر. احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا ان احمد خطاب بيلعب 5-4-1 يا اما 5-3-2. 5-4-1 اللي هي ساعات بتقلب 5-3-2 عشان خاطر يقابلك بثلاثه سنتر باك. يعني هو احمد خطاب عايز يقابلك بثلاثه سنتر باك، وبيلعب زون ديفنس بيقابل من اخر تلت في الملعب بتاعه. النهارده احمد خطاب بدأ الماتش، لا هو ضغط عليك من قدام عشان عارف ان انت هتبقى متاكد ان هو هيلعب من ورا، هيخلي الكره اللعيبه كلها تحت الكوره. لا هو كان بيبدا يضغط عليك من نص ملعبك. ودي مفاجاه، بس كده كده هي ما كانتش هتستمر عشان كواليتي لعيبه فاركو على عيني وعلى راسي. بس كواليتي اللعيبه ما تديكش 90 دقيقه ان هي تضغط عليك ضغط من اول، يعني من اول الملعب. دي حاجه. تاني حاجه، احنا بنتكلم يانيك فريرا لما كان بيلعب وهو بيتضغط عليه عالي، لا هو فرقت من اول ماتش احنا شفناه ماتش سيراميكا. لا هي فرقت ان هو بقى البيلد اب بتاعك الطلوع بالكوره بقى حاجه مريحه للعين. يعني احنا كمشاهدين او كمتفرجين، لا بقت حاجه مريحه للعين ان احنا بنتفرج وحسام عبد المجيد بيطلع الكره لدونجا، بيطلع الكره لعبد الله السعيد، الونش هو اللي بيطلع الكره لعمر جابر، حسام عبد المجيد بيطلعها لفتوح. الكره بتمشي تدريجيا واحده واحده لغايه لما توصل هجمه. لا دي ما كانتش بتحصل في الزمالك وبدات تحصل. دي اول حاجه. نيجي نتكلم في حاجه تانية. يانيك فيرا كان بيعمل تريكات في الملعب. الناس يعني اكيد كل الزمالكاويه عشان كل الزمالكاويه بيفهموا كوره، يعني ده امر طبيعي اخدوا بالهم منها. اللي هي ايه؟ هو يانيك فيريرا كان لما الكره بتبقى مايله ناحيه اليمين كان بيخلي ناصر ماهر اللي هو اساسا 10، بس انا النهارده كنت شايفه بيلعب ما كانش بيلعب 10. انا هقول لك كان بيلعبه ازاي النهارده. كان بيخليه يرحل ناحيه اليمين مع عمر جابر والفينا، عشان هو يانيك فيريرا عايز يعمل زياده عدديه اللي هو المثلث الثلاثه دول على الاثنين اللي بيقابلوا من فاركو اللي هو الوينج والباك. تمام. الاثنين بيقابلوا من فاركو بقى كده انت عندك زياده عدديه بقى 3-2. تمام. وهنجيبها اللقطه دلوقتي وهي 3-2. تمام. تعالى بقى، احمد خطاب خلى اللعيب السنتر باك اللي متطرف ناحيه الشمال ضغط معاهم عشان يبقى الحوار متوازن ويلعب 3-3. هو كده فضل المكان اللي وراه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر دونجا او عبد الله السعيد اللي هيخش في الحته دي الفاضيه دي. تمام. هو خلق مساحه. هو يانيك فريرا عايز يخلق مساحه للعيب بتاع نص الملعب اللي هو هيخش في الحته دي. تمام. دي حاجه. والكره برضو ناحيه الشمال، وهجيب لك لقطه دلوقتي برضو ناحيه الشمال كان عبد الله السعيد هو اللي كان بيضم على فتوح وعلى شيكو بنزا عشان برضو نفس النظام يبقى 3-2. انت هتطلع لي السنتر باك اللي هنا، خلاص انا هدخل لك نص الملعب، اللعيب بتاع نص الملعب اللي فاضي هو اللي هيخش في الحته دي اللي فاضيه دي
كده انا خلاص انا دلوقتي بقيت بلعب دلوقتي عضيه دباغ ناصر ماهر، او لو الناحيه الثانيه هيبقى عضيه دباغ وعبد الله السعيد 2-2. خلاص انا بقى عندي زياده هجوميه اذا كان في ال 18 تمام، او اذا كان والكره مترحله ناحيه اليمين او الكره مترحله ناحيه الشمال. دي حاجه. لازم نتكلم على عضيه دباغ شويه، نقف عنده شويه. عضيه دباغ انا الفيديو اللي فات اتكلمت وقلت لازم يعلي الفينش بتاعه. يعني عضيه دباغ لازم اعلي الفينش بتاعي، لازم يكون الفينش بتاعي اقوى من كده، لازم يكون في دقه في الفينش بتاعي. دي حاجه. الترنات بتاعته بطيئه شويه، يعني هو لازم يشتغل على الفينش ولازم يشتغل على الترنات بتاعته اكتر من كده كمان. تمام. هنتكلم وهننصف عضيه دباغ في كره تانية حصلت اللي هي كره الجون. طبعا نقول عضيه دباغ الكره دي ما كانتش داخل الجون وما كناش كسبنا ال3 بونت. تمام. دي حاجه. هنتكلم في التريكات التانية اللي عملها نيك فيريرا. ايه هي التريكات التانية عملها نيك فيريرا؟ هجيبها لك دلوقتي باللقطات في الدقيقه 36. التريكات اللي عملها في ماتش مودرن وجي منها الجون بتاع شيكو بانزا، وعملها النهارده في ماتش فاركو وكان هيجي منها جون لولا قضيه دباغ واللي احنا لسه قايلينه الفينش الفينش الفينش. تمام. ايه هي الكوره؟ خليك معايا كده. الكوره في ماتش مودرن 2000 رحل شيكو بانزا، قصدي رحل على 2000 واداله الكوره. 2000 ضم شويه لغايه لما شيكو بانزا قطع له وقام حاطه في ظهر المدافعين. كره على الارض بسيطه سهله، السهل الممتنع. تمام. جا منها الجون. النهارده برضو لازم نكون اخدين بالنا من الكلام ده. ايه اللي حصل؟ شيكو بانزا ضم على 2000، 2000 ضم، قعد يضم وبعدين قام مباصي الكوره في ظهر المدافعين السهل الممتنع لشيكو بانزا. شيكو بانزا بالعرض بس. عضيه دباغ لازم يكون اجريسيف، لازم يكون شرس على الجون اكتر من كده. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، في كوره هجيبها لك برضو دلوقتي بلقطات. عبد الله السعيد، اول مره هتكلم على عبد الله السعيد في حاجه غلط. تمام. عبد الله السعيد في دقيقه 41 الكره دي كان ممكن تبقى هجمه مرتده. الكره دي كانت مع الفينا، اتقطعت منه اهي وصلت لعبد الله. عبد الله السعيد كان على طول من اول ما هو لمس الكوره كان على طول في ظهر المدافعين لالفينا، والفينا كان بيقطع، يعني الفينا كان قاطع. لا، عبد الله السعيد ما اختارش كده. عبد الله السعيد في ماتش مودرن لما قطع الكوره قام لعبها في ظهر المدافعين، الفينا خدها وجاب جون. عبد الله السعيد اختار ان هو يرقص بين الاثنين، رقص بين الاثنين اهو. كمل كمل كمل، لعبها بعيده على 2000. فكان لو هو القرار من الاول ان انت كنت لعبت الكره اول لما استلمتها واللعيب قطع لك في ظهر المدافعين زي ماتش مودرن وتلعبها له في ظهر المدافعين، كانت هتبقى هجمه خطر. لكن هو قرار واحد. يعني انا مش هقدر، يعني والله العظيم انا مكسوف وانا بقول كده على عبد الله السعيد، بس هي دي الحقيقه. هو قرار واحد كان لازم يحصل. انا اول ما استلمت الكوره مش لازم اخش ارقص الاثنين، مش لازم اعدي بين الاثنين، كانت لمسه واحده خلاص. هو كان 2000 هينفرد، واحنا عارفين طبعا 2000 كان هيعمل ايه في الكوره. تمام. الشوط الاول ما كانش فيه حاجات كتير غير الكره بتاعت حسام عبد المجيد، المثلثات اللي كان عاملها يانيك فريرا، الكره التركات الثانيه اللي كان عاملها يانيك فريرا. هو ده اللي حصل في الشوط الاول، وهو ده الكلام اللي حصل في الشوط الاول. لما هنيجي نتكلم على الجون، السبب الرئيسي في الجون ده لا هو عضيه دباغ ولا شيكو بانزا ولا اللي عرض الكوره، عشان نكون منصفين. هو عضيه دباغ مش حد تاني. عضيه دباغ زي ما اتكلمنا في الترنات بتاعته، اذا كان في الفينش بتاعه ضعيف، لا بس القطعه اللي قطعها على الايام القريب دي لا، قطعه مهاجم. يعني الف ب دي قطعه مهاجم. دخل خد الكره من غير فاول على طول، ما فكرش. مهاجم عايز يجيب جون، بطن رجله على الارض، كره بين المدافع وبين الجون، كره داخله. الارض تشق وتطلع اللاعب الافريقي يطلعها، ده حاجه مش بتاعتنا. بس الصح هو عضيه دباغ عمله في الكوره زي ما اتكلمنا عليه، ان هو الترنت بتاعته هو الفينش بتاعه ضعيف، بس الكوره دي بتبين لنا ان احنا فعلا عندنا مهاجم كويس هيجي منه مع الوقت، زي ما هيجي من لعيبه كتير مع الوقت، بس لازم نصبر عليهم. لازم نكون منصفين. الناس اللي طالعه تتكلم وتقول الفرقه مش حلوه، فرقه ضعيفه، باشا الفرقه دي ما لعبتش مع بعض 4-5 ماتشات. الفرقه دي تحكم عليها بعد 8 ماتشات 9 ماتشات. وما تزعلش مني دلوقتي، انت بتحكم عليه هو وحش عمال يجمع ابناط. فرقه المليار ما جمعتش الا 5 بونت من 3 ماتشات. انت فاهم؟ فرقه ال5 مليار
ولا ال3 مليار ولا ال2 مليار ولا المليار متعادله ماتشين من 3. تمام. المهم هنيجي نتكلم عشان بس ندي المدرب حقه برضه، عشان برضه ما حدش يظلم حد. لا هو لسه واحده واحده، وما نكونش يعني احنا ما نكسرش مقاديف الفرقه دلوقتي. لا لازم نقف جنب الفرقه طالما انت بتكسب انا مش هقدر اتكلم معاك، يعني انا مش هقدر اتكلم معاك. في غلطات، في غلطات، بس في حاجات بتتعمل في الملعب، في جمل بتحصل في الملعب طبعا بيحصل. فما ينفعش نقعد كل شويه نقول الفرقه وحشه الفرقه وحشه الفرقه وحشه. لا، الفرقه في جمل بتحصل، في طريقه لعب بتتلعب، واحده واحده الفرقه هيجي منها. اللعيبه لسه ما تعرفش بعض. باشا انت اللعيبه اللي بقالها مع بعض شهرين 3 ما عرفتش تجيب جون امبارح في المحله ما عرفتش تجيب جون. انت فاهم؟ وهم الخط اللي قدام بتاعهم دوت يجيب كاس عالم. انت بتقارن ايه بايه؟ يعني انت بتقارن ايه بايه؟ لا بس لعيبتنا رجاله وقدروا يعملوا اللي هم ما عملوهوش. تمام. ولسه احنا في اول الدوري، فبلاش شغل ان انت تكسر مقاديف الفرقه بتاعتك. تمام. هنتكلم في حاجه تانية. اللي حصل بين الشوطين حاجه غريبه. يعني فرقه الزمالك الشوط الاول فرقه على الهادي، الشوط الثاني لا اجريسيف، نازلين عايزين يجيبوا جول، عايزين يكسبوا، مفيش هزار. واضح ان المدرب ده بيتكلم، يعني واضح ان المدرب ده بين الشوطين بيعرف يتكلم وبيعرف يعني يحفز الفرقه بتاعته. بس كده. والماتش فضل ماشي رايح جاي، فاركو مسك الكرة شويه برضه ما عرفش يعمل حاجه وبعد الطرد. تمام. الزمالك ضيعنا فرص كتير. كرة ناصر منسي، كرة الفينا. لا احنا عايزين يا جماعة بعد اذنكم لازم نستغل الفرص، لازم المدرب يتكلم مع اللعيبة بتاعته، لازم مش الفرصة، لا لازم نص الفرصة نستغلها. احنا داخلين على ماتشات جامدة، احنا خلاص ربنا وفقنا وركبنا الدوري من دلوقت. ان شاء الله ماتش اللي جاي اللي هو ماتش وادي دجلة وخلاص التوقف الدولي انت تبقى راكب الدوري. يا جماعة بعد اذنكم اقل فرصه، نص فرصه، اقل من نص فرصه لازم نستغلها. ما ينفعش الرعونه وانت بتضيع الهجمات دي كلها. ناصر منسي كان بايديك اللي انت تدي وشك للجون وتحط الكوره، كان بايديك. كان الشيكا كان بعيد عنك واقرب مدافع كان بعيد عنك. تمام. 2000 انا ما اعرفش هو نط على الكوره ازاي. هو واضح ان هو لعيب ما بيلعبش بدماغه، يعني هو ما بيلعبش بهده، هو بيلعب برجليه. تمام. بس نرجو من لعيبه الزمالك، احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه ما وصلناش لحاجه، احنا لسه في اول مشوار، احنا لسه ما مسكناش حتى الطريق، لسه واحده واحده. احنا في ظهركم ومعاكم، وان شاء الله نحتفل مع بعض اخر السنه بالدوري والكونفدراليه والكاس، ولا عزاء للمليم. سلام عليكم.